عائلة روتشيلد هي عائلة بنكية ورجال أعمال ذو تأثير كبير في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. تأسست العائلة في ألمانيا وتحولت فيما بعد إلى فرنسا وبريطانيا، واشتهرت العائلة بنجاحها في الأعمال المصرفية والاستثمارية. فيما يتعلق بفلسطين، لا توجد أدلة مباشرة على دور عائلة روتشيلد في احتلال فلسطين، إلا أنه من المعروف أن العائلة كانت لها تأثير واسع في السياسة والاقتصاد العالميين، وقد تمتلك بعض أفراد العائلة ثروات هائلة وعلاقات واسعة في العديد من الدول. من الجدير بالذكر أنه في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين 1920-1948، والتي تلت الحكم العثماني، حدثت تطورات سياسية واجتماعية معقدة، وشهدت الصراعات بين اليهود والعرب تصاعدا، وكانت العائلة روتشيلد تدعم حركة الصهيونية التي تسعى إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين. ومن المعروف أن بعض أفراد العائلة قدموا دعما ماليا وسياسيا للحركة الصهيونية في تلك الفترة. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس قضية تتعلق فقط بعائلة واحدة أو جماعة واحدة، إنه يعكس صراعاً أعمق وأكثر تعقيداً بين المجتمعات اليهودية والعربية في المنطقة، وتدخل فيه العديد من العوامل السياسية والتاريخية والدينية والثقافية.